استعراض الخردة السوفيتية في شوارع الجزائر. هذا هو الاستعراض العسكري الذي كلف ميزانية ضخمة للجزائر في وقت الشعب الجزائري يعيش الجحيم، في وقت العاصميين عاشوا جحيم لأيام من أجل تنظيم هذا الاستعراض العسكري. وقال لك بأنه راح يكون استعراض ضخم من أجل إسكات أعداء الجزائر وغيرها من الترهات. يعني المندبة كبيرة والميت فار. القصة كلها حتى تنتهي القضية بعرض دبابات سوفيتية. هذا هو العرض العسكري، هذا هو الاستعراض العسكري اللي كان يروج له النظام الجزائري للمدة الطويلة هذه في بلد يعني منظومتنا الصحية عاجزة على مجرد التعامل مع مرض كما الملاريا ولا الدفتيريا اللي انتشر في الجنوب الجزائري، أمراض تاع القرون الوسطى، ظروف الاجتماعية كارثية. لو على الأقل كان استعراض عسكري في المستوى. دبابات سوفيتية خارجة من الخدمة، أخرجت من الخدمة في الاتحاد السوفيتي في نفسه، فما بالك اليوم في روسيا. يعني باش تشوف النظام هذا المتعفن، هذا نظام لا وزن لا هيبة لا مواقف، ماذا يقدم للشعب الجزائري في سبعينية لإحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية. كارثة بكل المقاييس، الله المستعان دائما.